قبل ما تخطط بص في المرايه. السوات اناليسيز هيقول لك انت فين ورايح على فين. لو ناوي تبدا حمله تسويقيه، تطور البراند او تدخل سوق جديد، ما ينفعش تمشي عشوائي. لازم تقف لحظه وتبص على السوات اناليسيز. من ابسط الادوات بس اقواهم في تحديد اتجاه. يعني ايه سوات؟ تحليل بيكشف الاربع جوانب الاساسيه في البيزنس بتاعك. رقم واحد الاستريث او نقاط القوه. ايه اللي بيميزك عن المنافسين؟ خدمه، جوده، سعر، فريق او براند قوي. رقم 2 الويكنسز او نقاط الضعف. ايه اللي ممكن يكون مؤثر على نموك؟ سعر عالي، ضعف في التوزيع او ضعف في التسويق او محتوى مش جذاب. رقم 3 الاوبورتيونيتيز او الفرص. ايه الحاجات اللي ممكن تستغلها؟ ترند جديد او سوق لسه مش مشبع او شريحة عملاء محدش بيخدمها. رقم 4 الثريتس او التهديدات. ايه اللي ممكن يهدد نجاحك؟ منافس قوي، تغيرات في السوق، صعوبة في الاستمرار في الصرف. طب ليه تعمل سوات أصلا؟ عشان تشتغل على نقاط قوتك، تعالج نقاط ضعفك، تستغل الفرص وتتحضر لأي تهديد قبل ما يجي. حاول ما تهملش الحملة التسويقية بتاعتك قبل ما تعمل التحليل ده. ما تنساش تتابعني علشان تشوف كل جديد.